السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات ملعب الخوي. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن انتقال وحقيقة انتقال فتوح للنادي الأهلي أو بقائه في نادي الزمالك، وما هي الشروط المتاحة والموجودة أمام أحمد فتوح. في بداية الأمر أحمد فتوح حتى الآن بيشتري نادي الزمالك، يعني هو حتى الآن مشتري نادي الزمالك لأقصى درجة من درجات إن اللاعب يكون عاوز يقعد في نادي الزمالك والنادي هو اللي مش عاوز يكون موجود في او النادي هو اللي مش عاوز يكون اللاعب موجود في نادي الزمالك. خلينا نقول ان احمد فتوح من البدايه العين الخبيره اللي جابت احمد فتوح لنادي الزمالك كانت كابتن طارق سيد، والكابتن طارق سيد تربطه علاقه وطيده مع احمد فتوح كونه ان هو كان مكتشف احمد فتوح في النادي السابق لاحمد فتوح، وكلم وقتها إدارة نادي الزمالك إن موجود لاعب كويس جدا ويليق باسم نادي الزمالك، وبالفعل اتجهت إدارة نادي الزمالك للاعب وتم شراء أحمد فتوح من ناديه السابق. أحمد فتوح الشرط الوحيد اللي قدامه حاليا لنادي الزمالك علشان خاطر يجدد تعاقده مع نادي الزمالك هو الحصول على المستحقات المتأخرة ومقدم للعقد الجديد والعقد اللي هيبرم مع نادي الزمالك. أحمد فتوح واحد من كباتن فريق نادي الزمالك بعد شيكا وعمر جابر، ويأتي أحمد فتوح، ولكن الحقيقة أحمد فتوح من اللعيبة اللي تستمتع بيها، اللي المنافس محتاج ان هو ياخدها بأي طريقة، وده اللي بيلعب عليه حاليا المنافس، ان هو منتظر يشوف رد فعل احمد فتوح تجاه نادي الزمالك. ونسيبكم خالص من الكلام اللي بيتقال ان احمد فتوح مضى زي امام عاشور. انا بؤكد لك تماما ان احمد فتوح حتى الان لم يوقع على اي عقد مع نادي الاهلي. احمد فتوح باقي في نادي الزمالك بشروط، وهي مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد، ويحق لأحمد فتوح في يناير القادم، وليس يعني مش في الوقت خالص ان هو يمضي لأي حد. بس هل أحمد فتوح عنده رغبة فعلا ان هو يروح النادي الأهلي ولا عنده رغبة بقاء نادي الزمالك؟ الرغبة الأولى والأخيرة لأحمد فتوح داخل الملاعب والكرة المصرية إن هو يكون موجود في نادي الزمالك وما يرحلش من نادي الزمالك، لأن هو شايف إن نادي الزمالك هو اللي كبر أحمد فتوح، هو اللي عمل اسم لأحمد فتوح، هو اللي خلى أحمد فتوح يوصل للقيمة التسويقية بتاعته دلوقتي، وهو اللي خلى أحمد فتوح يكون لاعب من العناصر الأساسية لفيتوريا في المنتخب المصري. ولكن كل لعيب بيبقى عنده نقطة معينة ان هو عاوز يوصل ليها، او ان هو خلاص الوقت عاوز يعني يكون ليه تجربة أكبر. يعني أحمد فتوح لو عاوز يسيب الزمالك هيروح في تجربة احترافية، ولكن هو في الأول والأخير زي ما بنقول في الفيديو من الأول لآخره كده إن أحمد فتوح رغبته الأولى والأخيرة هي البقاء داخل نادي الزمالك. ما تسمعوش أي كلام بيحصل على السوشيال ميديا ما هي إلا عاوزين يشتتوا الفريق في اكتر درجه. مره يقول لك احمد سيد زيزو بيوقع لنادي الاهلي، مره يقول لك احمد فتوح بيوقع لنادي الاهلي. خدوا الكلام من الناس الثقة المقربة لفتوح والزيزو، وأنا عن نفسي مش هاخد كلام أكتر من كابتن طارق سيد إن الراجل قال إن أحمد فتوح باقي في نادي الزمالك، وإن هو ليه شروطه الوحيدة إن هو ياخد مستحقاته مثلا، وإن هو ياخد مقدم تعاقده، وده برضو اللي قاله مرتضى منصور، وقال إن هو اتفق خلاص مع خاله علشان خاطر يجدد مع نادي الزمالك. هنسيب بقى كل ده ونجري ورا شويه ناس بتعمل فتنه وعاوزه تقول لك ان فتوح خلاص راح الاهلي عشان خاطر تشتتك وانت تطلع تهاجم فتوح، فبالتالي ان انت تبيع فتوح للاهلي نفسيا قبل ما تبيعه او قبل ما تسيبه خالص. احمد سيد زيزو في يوم من الايام مع عمرو اديب، لما عمرو اديب قال له انت ممكن تروح النادي الاهلي، قال له طب انا هروح الاهلي ليه؟ بطولات، باخد بطولات، فلوس، عقدي محترم مع نادي الزمالك، بلعب في نادي جماهيري كبير وقطب من اقطاب الكره المصريه وهو نادي الزمالك، ايه اللي يخليني اروح الاهلي؟
تقول لي هيتروح الاهلي عشان خاطر بطولات افريقيا وكذا وكذا وكذا. الزمالك كان اكتر نادي بطولات حصل على بطولات الافريقيه في القرن العشرين، ولكن من وقت ما حضر، كملوا انتوا بقى، ومن وقتها ما خدناش بطوله افريقيه. ان شاء الله باذن الرحمن احمد فتوح هيكون باقي في نادي الزمالك في حين توفير المستحقات ومقدم العقد، ودي نحط تحتيها مليون خط. سلام.